عقبة يتولى القيادة. أصدر عمرو بن العاص أمرا بتكليف عقبة بن نافع أن يسير في سرية لفتح فزان، وكان هذا أول عمل قيادي يتولاه عقبة، إذ إنه برغم براعته في القتال ومهارته في الحرب وشجاعته ظل جنديا عاديا في صفوف المجاهدين. انطلق عقبة إلى فزان يصهل جواده في مقدمة الجيش، ويلمع سيفه تحت أشعة الضحى، وينبعث من قلبه نور يضيء له طريق النصر. وعندما أصبحت فزان منه على مرمى البصر، ألقى في الجنود كلمة مشرقة بنور العقيدة والإيمان، حثهم فيها على قتال أعداء الله، فمن أسلم منهم نجا، ومن ظل على وثنيته فإن عليه أن يدفع ضريبة الدفاع ليحيا حياة يأمن فيها على نفسه وأهله وماله، ويمارس طقوسه الدينية بحرية واطمئنان في ظل سماحة الإسلام وعدالة المسلمين. كانت القبائل منشقة على نفسها، بعضها يرى مدافعة المسلمين حتى لا يجرح كبرياؤها بالاستسلام، والبعض الآخر يرى تقديم الطاعة للمسلمين تخلصا من الحكم البيزنطي المستبد، وحبا في العدالة التي يتصف بها المسلمون وينشرونها في أرجاء الأرض. وبرغم انقسام القبائل في الرأي فإنها لم تستسلم، ودارت معارك عنيفة بين البربر والمسلمين، أظهر فيها عقبة من البسالة والجرأة والإقدام ما جعل البربر يرهبون صولته ويفرون أمامه، ويرفعون راية التسليم ويدفعون ضريبة الدفاع التي فرضها عليهم عقبة، وهي 300 بعير. أرسل عقبة إلى عمرو يبلغه نبأ انتصاره، فاغتبط أيما اغتباط، لأنه كان يخشى أن تفشل هذه الحملة فيقضي البربر والروم على المسلمين من داخل الصحراء، وينتهز خصوم عمرو هذه الفرصة فينددون بسياسته وبأنه أرسل عقبة لا لكفاءته وإنما لقرابته له. إلا أن عقبة مهد بهذا النصر لعمرو أن يسند إليه القيادة في حملات أخطر وأشد، كما أثبت جدارته في قيادة الجيش. في نفس الوقت الذي أرسل فيه عمرو عقبة لفتح فزان، أرسل بصر بن أرطأ لفتح ودان، وأكد بصر بدوره أنه جدير بالقيادة، إذ انتصر على هذه القبائل وغنم منها مغانم كثيرة. ولم تقف فتوحات عمرو عند هذا الحد، وإنما أرسل جيشا إلى سبارتا ففتحها، ثم فتح مدينة شاروس بجبل نفوسة بعد اشتباكات دامية. وجد عمرو الفرصة سانحة أمامه لفتح جميع المدائن حتى إفريقية، ولكنه بحاجة إلى مدد من الجيوش المدربة، لأن عدد الروم والبربر في هذه الأماكن يعد بمئات الآلاف. بعث عمرو إلى الخليفة عمر بن الخطاب رسالة استأذنه في فتح إفريقية، وانتظر رد ابن الخطاب عليه في هذا الشأن. لم يكن من رأي عمر التوغل في إفريقيا، وإنما كان رأيه الانتظار بضع سنوات حتى يزيد عدد الجيش الإسلامي فيستطيع أن يقهر هذه القبائل المنتشرة في مساحات واسعة من الصحراء. رد الخليفة على عمرو بالرفض وعدم الموافقة.
ما أول عمل قيادي تولاه عقبة في الجيش الإسلامي؟ الإجابة فتح فزان. كان المسلمون يعاملون أهل البلاد التي يفتحونها معاملة حسنة. وضح ذلك. أولا طبعا كانوا يتركون لهم حرية العقيدة، وكانوا ينشرون العدل بينهم. تحدث عن موقف القبائل من الفتح الإسلامي. القبائل البربرية بعضها كان يرى أن يحارب المسلمين حتى لأن الاستسلام يجرح كبرياء هذه القبائل، ولكن البعض الآخر قال أن يستسلم للمسلمين ويدخل في طاعتهم حتى يتخلص من حكم الروم الظالمين. ماذا تعرف عن بسر بن أرطأة؟ بسر بن أرطأة قائد إسلامي. ما موقف عمر بن الخطاب من استكمال الفتح؟ رفض عمر بن الخطاب استكمال الفتح واكتفى بذلك، وقال أن ينتظر المسلمون بضع سنوات حتى يزيد عدد الجيش الإسلامي حتى لا يتوه في صحراء إفريقيا.